السلام عليكم. النهارده في الفيديو الجديد هنعمل طريقة تسوية البطاطا. اسهل طريقة سهلة جدا وبسيطة جدا، وبتخلي البطاطا طالعة كده زي الزبدة. بجد هتدمنيها من حلاوتها بجد يعني، وغير الصوص اللي بيبقى نازل منها فيها كده بيبقى طعمها خرافي. يعني حاجة منتهى الجمال وفي منتهى الحلاوة ومنتهى الإدمان، يعني حاجة جميلة جدا. يلا بقى نبتدي الطريقة ونشوف المقادير وهنشوف الطريقة هتتعمل ازاي. دلوقتي معانا كمية من البطاطا، تمام. على حسب بقى انت عايزة اي كمية. الكمية اللي معايا دي دلوقتي انا هقسمها على وصفتين: وصفة اللي انا هعملها دلوقتي، ووصفة للبطاطا بالبشاميل نزلت على القناة. ممكن تروحي وتشوفيها وتشوفي الطريقة بتاعتها، تمام. انا غسلاها كويس ومنضفاها كويس. هنقطعها بقى ونشوف الطريقة اللي احنا هنقطعها بيها، ونشوف الاحجام الحجم اللي احنا هنقطعه بيه. دلوقتي زي ما قلت لكم، مغسولة كويس ونضيفة جدا. شلت اي طين منها واي حاجة مش مستحبة. دلوقتي هنشيل الطرف اللي من فوق والطرف اللي من تحت اللي هو عامل زي البوز ده، وهنقطعها دلوقتي لحلقات. بس قبل ما نقطع الحلقات، اي حاجة مش عابينها في البطاطاية هنشيلها، عشان ايه؟ ما هي شكلها مش لطيف يعني، مش الطف حاجة، تمام. دلوقتي هنقطعها الحلقات سميكة شوية ومش تخينة قوي برضو اللي هي تاخد وقت. لا، احنا عايزين هي سميكة وفي نفس الوقت مش تخينة قوي برضو ولا رفيعة عشان ما تهريش. تمام، زي ما انتم شايفين كده قطعتها حلقات سميكة وفي نفس الوقت مش سميكة يعني، تمام. هي ايه؟ السمك بتاعها حلو. طب انا قطعتها بالقشر ليه؟ عشان تدنها ماسكه نفسها وما تتهريش مني لما اجي اسويها. لو انت هتهرسيها بعد ما تستوي يبقى تشيلي القشره بتاعتها، لو مش عايزه تهرسيها او تاكليها كده يبقى يفضل ان احنا نسيب القشره عشان تدنها متماسكه، تمام. دلوقتي هنجيب الحله بتاعتنا او اي حاجه هنسوي فيها البطاطا، تمام. ممكن لو احنا عندنا مثلا طاسه كبيره غويطه، تمام، ووك حلو جدا. اي حاجه المهم انها يكون لها غطا عشان تحكم القفله بتاعه البطاطا، لان هي هنعمل عمليه زي اللي هي بيقولوا عليها نكمرها يعني، او نحبس البخار بتاعها. هتستوي منها فيها باقل نسبه ميه، مش هنحتاج ميه كتيره جدا في السلق بتاعها. هي تعتبر زي اللي ايه، تحس انها مشويه ومش مشويه، او مسلوقه ومش مسلوقه، نفس الكلام، تمام. دلوقتي انا جبت الحله وجبت ورق. ممكن تحطي ورق زبده، تمام، مفيش مشكله. ممكن نحط ورق عادي برضو، تمام، مفيش مشكله، تمام. هنجيب الورق وهنديه بميه، هننزله تحت الحنفيه كده، نعديه تحت الحنفيه يتبل بس، تمام. بعد ما نجيبه هنغلف الحله فيها، وهنجيب البطاطا نجيب طبقات. كل طبقه هنرش ما بينها معلقتين 3 سكر كده عشان يتكرمل، تمام. بعد ما نخلص الكميه اللي معانا، زي ما قلت هنكرر العمليه دي كل طبقه او اتنين، نرش ما بينهم رشه سكر او معلقتين 3 سكر على حسب انت حابه السكر بتاعها قد ايه، تمام. بعد كده بعد ما خلصنا الكميه خالص والكميه اللي معانا يعني احنا اللي مقطعينها، هنعمل ايه؟ نفس اللي احنا عملناه في تحت في قعر الحله او في من تحت يعني، هنعمل من فوق نفس الكلام. هنقفل برضو يعني مش هنخلي اي نفس فيها يدخل اي بخار، تمام. بعد كده هنجيب كوبايه ميه وهنرشها فيها ونسيبها براحتها بقى على نار عاليه شويه. اول ما تغلي نروح مهديين عليها، تمام. بعد على حسب بقى تاخد وقت قد ايه، دي برضو على حسب انت هتفتحي وتشوفيها. لو احتاجت ميه زودي لها ميه تانية عادي. زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله طلعت تحفه. بجد بجد هتدمنيها من حلاوتها. وغير الصوص اللي هو السكر اللي فيها نزل كراميل كده تحفه. هتدمنيها بجد، ومش محتاجه وقت بقى وغلبه ولا اي حاجه ولا شوي ولا اي حاجه، تمام. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك وتحطوا لي لايك، والسلام عليكم.